اللي وزع الفلوس واللي وزع البطولات وابوك السقا مات، اصلها ورث هي. طب مين اللي كان ورث الزمالك؟ مش بحب ارد على احمد عفيفي، بس هو بيحب الناس ترد عليه. واللي خلاني اطلع النهارده عشان اتكلم في الفيديو ده مش احمد عفيفي ولا الكلام اللي بيقوله احمد عفيفي، ترديد وتصديق جمهور الزمالك لكل اللي بيقوله احمد عفيفي. احمد عفيفي صاحب اهم طلعه مظلوميه في تاريخ القلعه البيضاء. احمد عفيفي شايف ان جمهور نادي الزمالك لازم يقتنع ان فريقه مظلوم، وان الاهلي محابى، وان الدوله مع الاهلي، وان الناس بتدي للاهلي اللي ما بتديهوش للزمالك، في حين ان الزمالك يستحق اللي بياخده الاهلي. طب ما تيجي نشوف كده من البدايه، هي الامور دي ورث ولا شغل؟ القصه ببساطه بدات لما الزمالك بقى عنده بوتيكات في شارع جامعه الدول، اهم شارع من شوارع مصر التجاريه والحيويه في المهندسين زمان في الثمانينات والتسعينات. هل النادي الاهلي قال اعملوا لي انا كمان بوتيكات علشان اجرها واكسب من وراها وابقى غني زي نادي الزمالك؟ ولا النادي الاهلي اشتغل على تعظيم موارده والاستفاده بكل مورد ينفع يجيب فلوس للنادي؟ القصة هنا قصة ناس شايفة استحقاقية غير مبررة جدا لناديهم، وناس تانية بتشتغل علشان تستحق فعلا اللي عند ناديهم. والأمور بقت واضحة جدا. الزمالك والأهلي بيفكروني بعبد الرحمن وسيف في العطار والسبع بنات، لما سيف والدته ورثته كل حاجة، فلوس أبوه وفلوسها، وعبد الرحمن بس ورث حاجة واحدة بس، إيه هي؟ صنعة أبوه. بعد فترة من الزمن سيف فلس وباع كل ميراثه، وعبد الرحمن بقى هو المليونير اللي بيحتضن أخوه وبيساعده. ومع ذلك فضل سيف بيكره عبد الرحمن. هو ما بيكرهش عبد الرحمن علشان كرهه لشخص أذاه، هو بيكره فيه فشله وقلة حيلته. جمهور نادي الزمالك لازم يفهم انه بدأ يبقى مش قطب قوي ولا منافس شديد في الكرة المصرية بعد ما تبنى المظلومية وبس. لحد التسعينات كان الفروق موجودة، ولكنها كانت فروق منطقية ومقبولة ما بين قطبين مسيطرين على الكورة في مصر وفي أفريقيا وفي الدول العربية. بل إننا كمان ساعتها كنا بنصدق أحيانا لما جمهور الزمالك بيقول إن الزمالك أقوى شعبية وأكبر شعبية الفرق المصرية في الخليج، وكنا بنقول ساعتها إن سبب ده هو المعلم حسن شحاتة ربنا يقومه بالسلامة، لأنه كان صاحب جايزة أفضل لاعب في آسيا لما كان بيلعب في الكويت. فكان منطقي إننا نصدق ونشتري الفكرة دي. بس الزمالك بعد ما كان عنده ناس بتبيع أفكار تقوي مركزه وتقوي موارده وتعظم من أسطوريته، بقى عنده ناس بتبيع المظلومية والمؤامرة، وإن كل حاجة غلط بتحصل في نادي الزمالك هي بفعل فاعل مش بفشل. وعلشان ده حصل خلى كل الناس بتفكر بشكل واحد: أنا مش عايز أقوم الزمالك، أنا عايز أرفع الظلم عن الزمالك. ورفع الظلم عن الزمالك بإن أنا أذي الأهلي وأوقعه وهاجمه وأطلع فيه القطط الفاطسة. أنا لازم أهد رموز الأهلي، ومش هنسى وانا بهد رموز الاهلي اني اهد رموز الزمالك اللي بيقولوا كلمه حق. فما فيش مانع اطلاقا اني هاجم طه بصري علشان طلع في قناه الاهلي، ما فيش مانع اطلاقا اني هاجم حلمي طولان عشان بيقول كلمه حق، ما فيش مانع اطلاقا اني هاجم حماد عبد اللطيف وحسن شحاته وفاروق جعفر احيانا لما بيقول كلام الحق. جمهور نادي الزمالك قرر يغمي عينيه ويمشي ورا عفيفي ومن شابه. وبصراحه انفلونسرز او مؤثرين نادي الزمالك ما قصروا، كلهم شافوا أحمد عفيفي الإمام وكلهم ماشيين وراه. بصراحة هو الراجل مؤدب ومحترم، ولكن أستاذ في وضع السم في العسل، أستاذ في تسويق المظلومية. في الوقت اللي فيلسوف نادي الزمالك وجمهوره كان مكرس حياته كاملة للمظلومية وللهجوم على النادي الأهلي ولإثبات إن تركي آل الشيخ بفلوسه هيعمل نادي ينافس بيه النادي الأهلي، ويثبت إن الكورة فلوس وإن بيراميدز هيقضي على هيمنة النادي الأهلي، كان بيغرق نادي الزمالك وبيغرق بفعل فاعل. الفاعل ده عمره ما كان الأهلي. الأهلي مش هو اللي أهدى الزمالك لعيبة بملايين اليوروهات ولا الدولارات وقال له خد لعيبة مش هتقدر تصرف عليها، وكمان قرر ان هم لما يمشوا من عنده يمشوا ببلاش، بل انهم داينين النادي ورافعين عليه قضايا.
مش النادي الاهلي اطلاقا اللي قرر يمشي اشرف بن شرقي وساسي وطارق حامد من غير ما ياخد من وراهم جنيه. مش النادي الاهلي اطلاقا اللي قرر يشتري لعيبه كسر ويدفع فيهم فلوس كتيره جدا، وكمان ما يدفعش الفلوس فاللعيبه تشتكي والفلوس بدل ما المفروض تدفع 10 تدفع 100 والزمالك يغرق في الديون. مش النادي الاهلي اللي عمل كده. اللي وزع الفلوس واللي وزع البطولات كلمة حلوة قوي تجيب على التيك توك على رأي واحد من مشاهير الزمالك، بس هي عمرها ما بتجيب في الإدارة. عايز تعرف ازاي بيراميدز خد مكانك انت مش مكاني انا زي ما انت بتحاول تروج علشان تدي لنفسك ولجمهورك مسكن؟ انت بتسوق ان النادي الاهلي لم يحصل على بطولة دوري الابطال السنة اللي فاتت واللي حصل عليها بيراميدز، اذا فان بيراميدز خد مكان النادي الاهلي. يا حبيبي افهم، النادي الاهلي طول عمره بياخد بطولة الدوري وانت التاني. خلاص اخر 3 سنين النادي الاهلي بياخد بطولة الدوري وانت بقيت التالت والتاني بقى بيراميدز، فهو خد مكانك. النادي الاهلي كان بياخد بطولة افريقيا ولما فريق تاني من مصر بياخدها كان انت. بس اللي حاصل دلوقتي ان النادي الاهلي في السنة اللي ما خدش فيها بطولة دوري ابطال افريقيا والفريق المصري اللي خد الدوري ابطال افريقيا بدل النادي الاهلي كان بيراميدز، فبيراميدز خد مكانك مش مكان النادي الاهلي. منطقي جدا ان النادي الاهلي يخسر بطولة دوري ابطال افريقيا في سنة من السنين، ومنطقي جدا انه مش هياخد بطولة دوري ابطال افريقيا كل سنة، لان احنا يبقى عندنا تنافسية على مستوى قارة كاملة. ده في ارهاق وسفر وحاجات كتير قوي، عوامل كتيرة جدا انت عارفها وبسببها ما خدتش البطولة بقالك اكتر من 20 سنة. نادي بيراميدز خد مكانك في وصافة النادي الأهلي في مصر وخد مكانك كمان في أفريقيا، لأن النادي الأهلي لما خدش بطولة أفريقيا وفريق مصري خد البطولة كان بيراميدز مش أنت. أنت المفروض تشتغل على نفسك، أنت المفروض تفهم إن أنت في مرحلة بناء، والبناء بيلزمه واقعية، ومن الواقعية إنك تكون محدد إن عندك مشكلة وإن تنافسيتك محدودة في الفترة الحالية علشان تقدر تبني فريق قوي وكيان قادر على المواجهة والمنافسة والحصول على بطولات. أتمنى إنك تبقى فاهم إن فلوس الرعاية وفلوس البث وبيع اللعيبة وجوائز البطولات دي مش ورث، محدش كل ورثك. اشتغل صح، عظم من شعبيتك، اشتغل علشان تكسب بطولات، بيع لعيبة واكسب فيها، ساعتها هيبقى معاك فلوس. لكن ما تقولش اللي وزع فلوس. فيه واحد اجتهد وخد فلوس نظير اجتهاده، وواحد اتسند على بوتيكات واتسند على ناس بتدعمه وبتسنده لحد ما خلاص الناس دي زهقت وهو بدأ يقع. وعلى فكرة أنا بتمنى جدا إن نادي الزمالك يفوق، وإن نادي الزمالك يقف على رجله ويرجع من تاني القطب التاني للكرة المصرية. الزمالك القوي اللي لما بنواجهه ببقى عامل حساب للماتش وببقى قلقان. القصة بقت سخيفة جدا في حال نادي الزمالك وفي حال جمهوره، والشماعة بقت بايخة قوي. النادي الأهلي ملوش أي علاقة بسقوط الزمالك، الزمالك هو اللي ليه علاقة بسقوطه. وعشان أقول لك آخر مثال عشان تبقى فاهم إن الزمالك يوم ما اتاخد منه رضا عبد العال وراح الأهلي، الزمالك خد من وراه 600,000 جنيه. في الوقت ده كانوا كتير جدا على فكرة، كان أغلى صفقة انتقالية تمت تقريبا في تاريخ مصر. 600,000 جنيه ما دخلش جيب رضا عبد العال منهم جنيه. أما في آخر صفقة فزيزو أخد اللي أخده، الله أعلم بقى الأرقام إيه الحقيقية، أنتوا عمالين ترزعوا في أرقام. في الآخر خالص هو خد 5 ولا خد 10 ولا خد 100 مليون حتى، دول دخلوا جيبه هو. نادي الزمالك ما دخلش خزنته جنيه واحد. فهو ده اللي خسر نادي الزمالك، مش مظلومية ومؤامرة واللي وزع فلوس ووزع بطولات. هو بصراحة سبب اللي الزمالك فيه اللي وزع العقول مش اللي وزع الفلوس. سلام عليكم.